الحكاية ايه موضوع طبق السلطة على الفطار والشوربة السخنة؟ اهلا بيكم في برنامج فار على الفطار. هنصحح كل المفاهيم خلال شهر رمضان الكريم. البرنامج ببساطة بيتكلم عن عادات صحية ورياضية او غذائية خاطئة، ده بخلاف اخبار واشاعات رياضية. دورنا اننا نصحح كل المفاهيم دي خلال شهر رمضان الكريم. ضيف حلقة النهاردة الشيف شريف عفيفي. اهلا وسهلا بيكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. لو السلطة مفيدة في كل الاوقات فهي في رمضان مفيدة جدا ومهمة جدا. السلطة كمان شكلها اتغير من الشكل التقليدي البسيط بتاعها اللي كنا بناكله زمان من خيار وجزر وبصل في الطبق، لسلطة بتحتوي على كل القيم الغذائية وكل الحاجات اللي جسمنا محتاجها. فبقينا بنشوف دلوقتي ان في سلطات كتيرة جدا فيها مكرونة مع البروتين والخضروات، بنلاقي سلطة فيها رز مع البروتين والخضروات، بنلاقي ان سلطة فيها كينوا مع البروتين والخضروات، وهكذا. فالسلطة تحولت من الشكل البسيط التقليدي اللي فيه جزرة وطماطمايه وبصلايه وخيارايه لطبق متكامل. انا اعرف ناس شخصيا طبق السلطة هو الطبق الرئيسي ليهم. طب احنا السلطة محتاجين يكون فيها ايه؟ السلطة محتاجين يكون فيها فيتامينز، والفيتامينز دي بتيجي من الخضروات، من الخس، من الجزر، من الطماطم، من الخيار، من البصل، من الفلفل الاحمر، الفلفل الاصفر، الفلفل الاخضر. عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا. انتوا عارفين ان الفلفل الاصفر الرومي فيه كميه من فيتامين سي اكتر من كميه الفيتامين سي اللي موجوده في البرتقانه. لما عرفت المعلومه دي برضو قبل كده كان بالنسبه لي معلومه مثيره جدا. طيب احنا ازاي ناكل السلطه؟ هناكلها في اول الاكل ولا ناكلها مع الاكل ولا ناكلها في اخر الاكل؟ بينصح ان احنا نبتدي الاكل بالبروتينات، وبعد البروتينات نخش على السلطه والفيتامينز، وبعدين نخش بعد كده على النشويات. وفي ناس بتحب تعكس ما بين الفيتامينز، فبتاكل السلطه الاول وبعد كده البروتين وبعد كده بتاكل النشويات، علشان نقلل كميه النشويات اللي بناكلها. احنا جسمنا محتاج نشويات، ايوه احنا جسمنا محتاج كل العناصر الغذائيه اللي في الهرم الغذائي، بما فيهم السكر، بما فيهم الدهون. الفكره كلها في البالانس. البالانس ده يعني هناكل قد ايه من كل شيء. فاحنا جسمنا محتاج سكر بس سكر طبيعي، جسمنا محتاج دهون بس دهون بسيطه طبيعيه، فجسمنا محتاج كل القيم والعناصر الغذائيه. الفكره كلها مصدرها ايه؟ هل مصدرها جيد؟ هل هو سكر مكرر مثلا، ولا سكر باخده في الجزرايه اللي انا باكلها؟ هل هي دهون متخلله في نسيج قطعه اللحم، ولا انا بضيف سمن مهدرج او زيت مهدرج على الاكل بتاعي؟ فلازم يكون عندنا وعي للمكونات والخامات اللي احنا بنستخدمها. واحده من اجمل السلطات اللي انا بحبها هي سلطه الجرجير بالخل البلسمي والفراوله. طعمها عجيب جدا، حلوه جدا وفيها بالانس جميل، وبيتحط فيها جبنه، فده مصدر للكالسيوم كمان. الجبنه دي ممكن تكون جبنه ماعز بيبقى طعمها حلو، او ممكن نحط فيها جبنه قريش. بيتحط كمان فيها عين جمل، وده مصدر مهم جدا للدهون الصحيه اللذيذه في نفس الوقت. بسيطه جدا، جرجير بنحط عليه دريسنج من خل البلسمك وملح وفلفل اسود وعصره ليمون صغيره، عليه شرايح من الفراوله وشرايح من جبنه الماعز او الجبنه القريش. بعد كده بنحط عين الجمل وبنرش من فوق رشه صغيره من حبه البركه. من اعجب السلطات وابسط السلطات، جربوها. بس كده، كل سنه وانتم طيبين.